يعني لاعب يعول على المنتخب بالبطولة هاي، يعول على موسى التعمري، عليه حمل زيادة عن لاعبين. الكل يعني بيستنى منه إنجاز للمنتخب عن طريق موسى إن شاء الله. إن شاء الله هذا ما نتمناه على كل. مباشرة هذه صور من مطار حمد الدولي ووصول المنتخب الأردني النشامة إلى أرض الدوحة، وهذا الكابتن حسين عمود أيضا على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأردني. المنتخب الأردني الباحث عن حقيقة وجه حققه ربما أو مستوى حققه، كما تحدثنا مع الكابتن محمود الجوهري يا زمن الجميل، وأيضا الكابتن ياسين العمال والمدرب الأول إذن عدنان الحمد. مشاركة إذن خامسة للمنتخب الأردني في مشوار كأس آسيا لكرة القدم. نتحدث الآن في انتظار مداخلة الزميل ماجد المنصوري مباشرة من مطار حمد الدولي حول المجموعة التي تخص المنتخب الأردني، وعلى رأسها المصنف 23 المنتخب الكوري الجنوبي، تواجد المنتخب البحريني المصنف 86 إلى جانب المنتخب الماليزي. كابتن، نعم، أعتقد الحظوظ متساوية لكل الفرق، بعيدا عن الحسابات اللي موجودة على الورق. الحظوظ متساوية برأيي، لكن بالنسبة بما يخص المنتخب الأردني التركيز على الفوز على ماليزيا في أول مباراة.